انه يستطيع بقوة السلاح، انا بقول بقوة السلاح، لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب، لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب. كونوا مستعدين لتنفيذ اي مهمة هنا في داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خارج. انما اذا كان يعتقد البعض انه يستطيع ان يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده امر بالنسبة لنا خط احمر. لما نيجي نقول للقوات دي تتقدم، هذه القوات ستتقدم. لن نسمح لحد يهد البلد دي. مفيش اي تهديد خارجي تخافوا منه. انا ما بخافش غير حاجة واحدة منكم انتم يا مصريين. طول ما انتوا كده ولا حد ابدا بفضل الله هيقدر عليه. ما حدش هيقدر ياخد نقطة من مصر. اللي عايز يجرب يجرب. احنا ما بنهددش حد، لكن ما حدش هيقدر ياخد نقطة من مصر، والا هيبقى في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها احد. لا يتخيلها احد، وما حدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. لا، انا عمري ما اتكلمت كده وانا ما بهددش حد. بقول تاني، مية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط احمر، وهيبقى رد فعلنا في حاله المساس بيها امر هيأثر على استقرار المنطقه بالكامل. وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. انا راجل لا بكذب ولا بلف وادور ولا ليا مصلحه غير بلدي. بلدي بس، قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض.